السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف مع بعض الفطار التأليفة الجديد ده. ينفع فطار، ينفع سحور، حلو قوي. وزي ما احنا شايفين كده مقرمش، حاجة خرافة ووهم طعمها خطير. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ده شكله من جوه خطير يا جماعة، والطعم مقرمش، والجبنة الموتزاريلا بتشد، حاجة كده وهم. معايا المكونات اللي هحتاجها: بيض طبعا، ومعايا هنا فلفل رومي، انا بحب احط ساعات سوسيس، ودي جبنه موتزاريلا، وطبعا عيش ابيض شامي من السوبر ماركت. انا مره عملتها كمان بالعيش البلدي، طلعت خرافه، بس الطعم مع العيش البلدي بيبقى ناشف شويه، فممكن العيش الابيض بيدي قرمشه كده، بيبقى طعمه لطيف قوي. التأليفة دي هتحبوها قوي ان شاء الله، تجربوها. وطبعا هحتاج سمن عشان اعمل تأليفة الفطار الجديدة دي، وتنفع كمان للسحور. رمضان داخل علينا بقى ان شاء الله، فممكن حاجة زي كده نتسحر بيها بدل ما كل يوم نبقى مش عارفين نتسحر ايه. هنحط السمن في الطاسة لغاية لما يسخن، طبعا معلقة سمنة كده، اقلب السمنه شويه عشان بحط دايما سمن قليل، بس اوزعه في الطاسه ما يبقاش كتير قوي. ابتدي احط الملح والفلفل، دي بس تقليبه كده صغيره. انزل كمان بالفلفل الرومي، وهحط كمان شويه من السوسيس. اللي عايز يحط السوسيس براحته، اللي عايز بسطرمه مفيش مشكله. هوطي النار شويه، نحط الجبنه موتزاريلا، بحب الموتزاريلا تبقى كتير شويه، واروح حاطه على طول الرغيف بالمنظر ده. ادوس كده شويه عليها عشان كل المكونات تمسك في بعضها، وبعد كده هقلبها الناحيه التانيه زي ما احنا شايفين كده، برضو لغايه لما العيش ينشف شويه، وبعد كده هقسمها لاتنين لغايه لما العيش يبقى عامل زي نص الرغيف كده، عشان يبقى برضو مستوي كله. انا ما بحبش الحاجه يبقى من جوه نيه، فقلبته كده ياخد بس تحميصه شويه، وهنقسمه بقى على بعض. اقلبه كده بس مره، وبعد كده هقلبه الناحيه التانية عشان ينشف شويه، وبعد كده خلاص هقفل عليه النار. كده خلاص هقفل عليه النار، وهحطه بقى في الطبق. ادي شكل الفطار التأليفة الجديدة اللي احنا عملناها. ينفع فطار، ينفع سحور بعد كده في رمضان. حاجة سهلة وسريعة ومفيدة ومغذية. ممكن نستبدل كمان العيش الابيض ده بعيش بلدي، يعني ما تأزموش نفسكم بعيش تورتيلا، اي حاجة انتوا عايزينها. عايزين تستبدلوا السوسيس ده ببسطرمة، باي شيء، بلحمة مفرومة، براحتكم خالص. كنتم مع السياحة والمطبخ مع عبولة، وياريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.